اتفضل. انا طبعا هي اللي كانت راجعه. طيب هو اسمه الاوريجامي. الاوريجامي ده فن ياباني لتشكيل ورق على هيئه اشكال زخرفيه جميله. بس محمود بورايك ضيفنا النهارده قال لنا ان هو مش بس اشكال زخرفيه جميله، قال ان احنا نقدر نعمل اي حاجه من الورق، اي شكل احنا عايزينه من الورق، حتى شكل بني ادم. محمود هو مدرب وصاحب ورش لتعليم فن الاوريجامي، وهيكون ومعاه كمان زينه، انا اسف، لما زينه دي بنتي لما ومحمود، عشان كنت عمالين نتكلم على بنت رنا. لما ومحمود اللي هيعملوا مع بعض اشكال من الورق. محمود ازيك؟ اخبارك ايه؟ لما محمود اخباركم ايه؟ كله تمام؟ طيب محمود، احنا في الاول عاوزين نقول للمشاهدين، يمكن انا في بدايه الحلقه قلت اوري يعني فن التطبيق، وكامي او جامي يعني ورق. ممكن تعرف مشاهدينا اكتر ايه هو فن الاوريجامي وبيرجع لفين او القرن الكام؟ تمام. هو الاوريجامي اساسا احنا زي ما حضرتك قلتي بالظبط كده، هو فن طي الورق. هو فن ياباني. خلينا نتفق ان هو كان في البدايه كان الورق استخدامه في الكتابه. بدا الموضوع في اليابان يتطور اكتر، ان انا عايز اخلي بدل ما اعمل بس ورق عشان ابعتها مع الرسول، لا انا عايز احطها في حاجه زي الغلاف اللي هو زي مثلا الظرف دلوقتي. فكان الكلام ده كله بيتعمل يدوي، ما كانش فيه مصانع، ما كانش فيه الكلام دوت. وبالتالي كان غالي قوي الورق ساعتها. الورق طبعا كانت ساعتها صناعه يعتبر كانت في ناس بس هي المسؤوله عن الموضوع ده، ما كانش زي دلوقتي اي حد بيصنع او كده، كانت حاجه يعني سبيشال قوي. ابتدى الموضوع يتطور شويه، ان انا عايز احط الظرف الجواب بتاعي في ظرف يعني عشان يحافظ عليه ويديله شكل جمالي. ابتدى فبقت الناس تعمل الاظرف، بقى يتعمل يدويا طبعا، ما كانش فيه مصانع الكلام دوت زمان. ابتدى الموضوع يتطور اكتر، احنا عايزين نزين الظرف دوت. فابتدى مثلا اعمل ورده، ابتدي اعمل فراشه، اعمل حاجات اللي هي البسيطه اللي اقدر ازين بيها، وكان في حاجات رسومات مثلا بالورق بسيطه جدا. ابتدى الموضوع يتطور اكتر فاكتر. بقى ممكن دلوقتي ان احنا نقدر نعمل اي شكل من ورقه واحده حتى من غير ما نقطع ولا نلزق فيها. او انه يعني اي ورقه عندنا ممكن نستخدمها. بس انا عارفه زمان كمان، او ده اللي قريته زمان، ان كان الامراء او الملوك بيهادوا بعض بهدايا معموله من الورق، يعني بتبقى حاجه قيمه جدا لو اديتك هديه معموله من الورق. تمام. هي طبعا جزء كبير جدا منها ان انا طبعا بيكون في ان انا هادي كشكل فني. بس الكلام ده يعني ما كانش منتشر قوي غير في اماكن زي اليابان والدول المحيطه بيها، ما كانش منتشر عندنا الكلام ده قوي، لان احنا كمان غالبا يعني ما توسعناش في موضوع ان احنا نشتغل في الاوريجامي وكده. اليابان هي اللي توسعت فيه اكتر. طيب محمود، هستاذنك نبتدي نعمل اشكال على طول، لان احنا يعني عايزين نشوف بقى. طيب هو انا اقدر اقلد؟ طبعا ممكن. سهل يعني؟ سهل جدا تشتغل معانا. طب تديني ورقه ولا معاك كفايه؟ طيب اوكي، شوف ولا معاك قصدي. طب هو الورق ده سهل قوي نجيبه في مصر، ولا هو بيبقى ورق مخصوص؟ لا خليني اقول، انا برضو من الحاجات اللي انا حبيت اجيبها ان الورق ده ورق عادي. يعني ايه ورق عادي؟ ما فيهوش اي حاجه مختلفه، لا هو كل الورق اللي احنا بنقابله. في بعض الاحيان ان انا بستخدم ورق مربع، في بعض الاحيان بستخدم ورق مثلث، في بعض الاحيان بستخدم ورق مستطيل، بس غالبا احنا بنقابل في حياتنا الورق المستطيل. اوكي. فعشان كده انا جبت معايا ورق مستطيل. الموضوع كله انا عايز اعمل كمان ريسايكلينج، انا ممكن اجيب اي ورقه عاديه. بالظبط. انا عايز استخدم الورق بطريقه ثانيه مختلفه، مش لازم ان احنا نرمي الورق، لازم نستفاد منه. تمام. فاحنا جايب ورق مستطيل زي اللي احنا اغلبه بنقابله، سواء كان في الكشاكيل، في الكراريس، في الكتب القديمه طبعا، بس الكتب اللي احنا مالهاش لازمه يعني. تمام. لما ومحمود كمان هيعملوا؟ لما ومحمود هيشتغلوا معايا. تمام. وده ممكن يبتدي من اي سن، يعني انا شايفه لما عندها 9 سنين ومحمود عنده 9 سنين ونص، يبتدي من سن اصغر من كده كمان. طيب احنا عندنا ممكن تبتدي تشتغل وانت بترد عليا. طيب احنا اولا الاوريجامي فن تربوي. يعني احنا ممكن نبتدي مع الطفل من اول ما يبتدي يسمع ويشوف ويحس. اقدر ان انا اعلمه الحاجات ديت عشان خاطر اعلي عنده المدارك، ازود عنده مثلا التركيز، اخليه يحس بالاشياء اكتر. يعني مثلا طفل عنده مثلا 3 سنين هتشتغلوا معايا. ماشي. طب يعني هستأذن لما ومعلش محمود تشرح لنا، ممكن بس انت بتعمل، ممكن تشرح لنا انت بتعمل ايه؟ اول حاجه عملتها، اول حاجه بدأنا بورقه مستطيله. دي الورقه اللي احنا بنقابلها في كل حاجه في حياتنا. تمام. هنبتدي احنا عايزين نحول الشكل المستطيل دوت للشكل المربع، عشان احنا الشكل اللي هنعمله عايزين ورقه مربعه. اوكي. فهنبتدي عايز الخط اللي فوق دوت هيلمس الخط اللي تحت ده، فهنتنيه لحد ما يوصل لحد هنا كده. تمام. وبعد كده بقطع الجزء الزياده دوت. يعني انا عندي مثلث فوق،
عايز اقطع الجزء الزياده ده. هبتدي اتنيه. يلا محمود نفذ معايا. ماشي. ببتدي اتنيه. انا مش بحب استخدم اي حاجه معايا، يعني ولا مقص ولا جلو ولا مسطره ولا مسطره. ودوت بيكون سيف جدا مع الاطفال. يعني دي انا برضو حاجه حاببها جدا، ان هو يعني ما فيش اي خطوره ان انا استخدم ورقه بس. والورقه متاحه في كل مكان. تمام. فحتى انا بالقطع بتعلم مع الاطفال ان احنا نقطع باسلوب بحيث ان الورقه تطلع كاني بالظبط قطعها بمقص. وبعدين انا عايزه هو يتطور. يعني ايه؟ يعني لما يكون عندي في محددات، عندي مشكله غالبا بيكون ليها اطار، فيها ليميت، انا عايز اخليه يفكر ازاي يخرج من المشكله ديت ويقدر يصنع حاجه بالحدود الموجوده ديت. ابتكاري بالظبط. عايز اعلي عنده حته الابتكار. فبس فعشان كده انا حبيت نبتدي بالورقه اللي اغلب الناس بتقابلها. طيب بعد كده، بعد ما وصلنا لشكل مربع اهو. تمام. هبتدي. انا كان عندي خط في النص كان متكون. محمود لما الاخبار. طيب بعد كده هنبتدي. انا عايز الخط اللي ناحيه الشمال وناحيه اليمين يتقابل في النص. يوصل للنص. بالمناسبه بقى على موضوع الاوريجامي، افتكر اللي كان معلمني الاوريجامي هو أوز اسامه. كان دايما يقول احلى حاجه في الاوريجامي انه واقفين في اتوبيس، واقفين في طابور، واقفين. هو كان دايما بيجي من اسكندريه بقطر، واقف في القطر، ممكن تستخدم اي حته ورقه وتعمل بيها شكل. يعني تستغل الوقت اللي انت فاضي فيه في ان انت تعمل حاجه، فده بيزود الابتكار وبيزود الفكر وبيطلع الطاقه السلبيه بالظبط، بدل ما اقعد اتخانق مع الناس اللي حواليا. صح. لا وعايز اقول له كمان ان هو حاجه زي المديتيشن، انا بقدر ان انا اشيل الضغوط اللي عليا، ودي حاجه كويسه جدا. اوزوس طبعا صديقي الشخصي، احنا في المركز العربي للاوريجامي. احنا قدامنا 7 دقائق وكان نفسنا تعمل لنا اشكال كتير. لا يعني لو انت تقدر بس تعمل بسرعه، ومحمود هنفذوا معايا ولما نستناهم. طيب خلاص اوكي. طيب فاحنا عندنا زي ما بقول لكم، احنا بنحاول نعلي طبعا الكاريشن عند الطفل. كل الطفل بالذات لما يكون يبتدي يفكر ويكون في حاجات محدده تفكيره، ده هيخليه مش مبتكر. انا عايزه هو يسرح بخياله، وازاي بالحاجه البسيطه دي يقدر يعمل شكل فني. هو ده اللي احنا بنحاول نتعلمه من الاوريجامي. الاوريجامي بس مش كده، يعني مش بيخلينا نعمل اشكال حلوه، لا ده كمان بيعلي التركيز جدا. بيخليك تدرك الحاجات اللي حواليك. زي ما قلت لك من شويه ان احنا ممكن استخدمه كمديتيشن، بيشيل الضغوط من عليا. وطبعا لان انا بركز وانا بعمل حاجه، يعني انا ماسك ورقه زي دي اكيد بيعلم تركيز مش طبيعي، وبيخلي فيه مهاره يدويه كمان ان انت بتتحكم. هي الاشكال ومعانا احنا كده اون سكرين ارنب، ودي حاجات انتوا عاملينها يا محمود؟ دي حاجات انا فعلا من ضمن الحاجات اللي انا بعملها. طب ده ايه؟ ده حصان البحر. حصان البحر. اوكي سيوه. تمام. ديناصور حلوه قوي دي. اوكي. اوف. سكوربيون. دوت انا عدلت تصميمه. طبعا ده المفروض عصفوره واقفه على ايد. تمام. بغبغان بالظبط واقف على ايد. بغبغان، انا اسف. زرافه وفيل. زرافه وفيل. احنا بنقول ليه؟ ما هو باين على فكره يا عمرو، صح؟ انا خدت بالي ان انا وانت بنقول ايه اللي موجود. على فكره عشان هو يوسف، عشان هو المخرج بيقول، عشان هو المخرج دايما بيقول علقوا على الصور، فاحنا لازم نعلق على الصور. طب انت ليه بتقول نعلق على الصور؟ طب ده علق نقول ايه؟ طيب الشكل ده ايه طيب بقى؟ لو هتتريق على دي على فكره كانت لوحه بجد. دي كانت لوحه بجد وانا عملتها بالورقه. يعني انا كان نفسي يبقى معايا الصوره الاصليه، هي كانت لوحه بجد. وهي انا عملتها بالورقه. تمام. عشان تبقى قريبه منها جدا. احنا بنعمل العصفوره دي دلوقتي. ده بقى شكله حلو قوي. ده حلو قوي. احنا ممكن نهادي باي شكل، يعني انت ممكن بقى يعني توظف الاوريجامي بالشكل المناسب ليك. طب على فكره انت عملت خطوات كتير قوي احنا ما خدناش بالنا منها، فانت اصلا ما هو كده ما حدش هيلحق متهيألي يتعلمه. لا انا عايز اقول لك ان الاوريجامي مش محتاج التركيز القوي قوي للناس. يعني هو انا عايز اقول لك الاطفال اكثر استيعابا مننا احنا ككبار. احنا خلاص الحياه بقت ضغطانه، احنا خلاص الحياه يعني لا حسيت لنا مخنا خلاص. بالظبط كده. هم تركيزهم اعلى بكتير، ولسه مخهم شغال احسن مننا يعني. طب انا عايز اتكلم. لما محمود ينفع اتكلم معاكم وانتوا بتعملوا ولا؟ بسيطه جدا يعني. دي زرافه. تمام مظبوط. ولا خليكم ما تركزوش؟ لا ممكن. طب انا عايز اعرف بس انتوا ايه اللي خلاكم تعرفوا اصلا موضوع الاوريجامي ده وتروحوا؟ يعني باباكم ومامتكم ولا انتوا، ولا الموضوع جه ازاي؟ احنا اخدناه في المسجد. اخدتوه؟ المسجد.
اخدتوه في المسجد في تعليم للاوريجامي في المسجد، دي حاجه اصحابي بيقولوا لي عليها في المدرسه. اوكي في المدرسه. ايه ده؟ بس ده حلو قوي، في تعليم اوريجامي في المسجد. احنا لازم الناس حاطه في دماغها يعني ان الاوريجامي ده حاجه مش صعب انها تتعلم في اي مكان. لا انت ممكن انا مش بتكلم انه، لا انا بالعكس، انا عمري ما كنت عارف ان في المساجد تعليم هوايات وكده، فانا سعيد. لا في لا في بس انا اول مره اسمع عن اوريجامي في المسجد. او وخصوصا الاوريجامي كمان حاجه يعني يابانيه، فاهم قصدي؟ يعني الموضوع صعب. انا مبسوط. انا عايز اقول لك ان الموضوع احنا بنحاول يعني انا وفريق المركز العربي للاوريجامي ان احنا نوصل الموضوع دوت لكل الناس. تمام. يعني انا مش عايزه يقتصر على ناس معينه، وخاصه ان هو مش مكلف. يعني ممكن شخص من اول الفقير جدا للغني جدا ورقه اصلا ورقة في الاخر بالزبط. يعني هو الموضوع انا كل التكلفه بتاعتي ورقه، والورقه دي موجوده في كل مكان، انا مشيت الشارع هلاقيها. طب ازاي ممكن يوصلوا لك، او ازاي ممكن ان هم يتعلموا اوريجامي؟ في مراكز موجوده في مصر ولا هو المركز بس اللي انت عملته؟ في هو مركز انشاه اسامه حلمي أوز تمام. واحنا يعني انا وبعض الناس هنا ماسكين في القاهره، بنساعده في الموضوع، وهو ماسك هناك في اسكندريه. بنحاول على قد ما نقدر نوصل للناس. وانا برضو بشتغل في يعني بدرب في مركز في مكتبه الف، وبدرب في ساقية عبد المنعم الصاوي. يعني لو حد حابب يتواصل معانا ان شاء الله يعني. طب محمود مش عايز تعمل لنا حاجه ثانيه؟ اعمل لكم حاجه ثانيه يعني الموضوع بسيط جدا وسهل. انا عايز اقول لكم مش بيحتاج اي وقت. انت اخدت الورقه اللي انت قطعتها، فده حاجه لا انا مش عايز ارمي، انا ما بحبش ارمي اي ورقه يعني خالص. ليه بقى؟ انا لازم استفاد منها. يعني ما هو ده الهدف كمان كبير، ان انا عايز اقول ان اي حاجه بسيطه لا انا ممكن استفاد منها واطلع شكل جميل. هو محمود ولما بيعملوا نفس الحاجه، الزرافه؟ محمود ولما بيعملوا الزرافه اللي هي ديت. محمود ولما حافظين اشكال ثانيه كتير يعني. بس مركزين اصلا فيها ازاي. ده حاجه لطيفه جدا، وحاجه تشغل وقت الاطفال بدل ما هم قاعدين دلوقتي من غير مدارس. يعني ايا كان انا ما فيهاش اي خوف خالص. انا الورقه عمرها ما كانت مضره، يعني ما فيش اي خوف. ولا فيها مقص ولا فيها اي حاجه، ولا فيها مقص. انا ما بحبش استخدم مقص ولا بستخدم جلو، يعني الموضوع سيف اكتر. كمان الاوريجامي على فكره بيستخدم للعلاج النفسي وللاطفال اللي عندهم توحد. اللي عندهم توحد بنستخدم الاوريجامي في الموضوع دوت. انت بتعمل ايه دلوقتي يا محمود؟ خليها مفاجاه بقى، يعني عايز اوريها لكم في الاخر. دي ورده دي ولا ايه؟ ممكن تبقى ورده. خليها ورده. ماشي. شكلها حلو. ايوه بس هي ما كانتش ورده، انت قلت مفاجاه. ما هو عادي انا ممكن اعملها اي شكل يعني. انا بص هي التطبيقات كلها واحده؟ لا التطبيقات مش كلها واحده. السيستم كله واحد ولا؟ لا السيستم مش كله واحد. الاوريجامي فيه كذا مدخل. تمام. ففي مداخل تقليديه اللي انا مثلا بمشي على اشكال هندسيه. ودي بتبقى اكثر تعقيدا يعني. انا يعني لازم ان انا بمشي على خطوات هندسيه، يعني مثلا مثلث، مربع، خطوط. بتبقى الموضوع كده. لكن في حاجات ثانيه بقى انا فري، انا امسك ورقه افضل اتني فيها باي شكل بدون قيود. وده يعني ده الافضل لانه بيوسع فعلا المدارك اكتر. ايوه بس ما هو بدون قيود، وهتطلع في الاخر ايه؟ هتطلع شكل اهو. ده اللي انا عايزه، ان انت بس مش لازم بقى يعني انا ايوه انا عايزك تطبق معايا. يعني انا دلوقتي لو عملت مثلا كده اوكي. ايوه بس هي محتاجه تخيل. مش لازم. لا مش محتاجه. مش كده الحلقه مش هتخلص. اقعد تاني فيها لحد ما تحس انها قربت من شكل معين. وده عايز اقول لك ان ده في اغلب الابتكارات كده يعني. ده حاجه مش غريبه. بس هو الفكره اهم حاجه السيمتريه. مظبوط. لا ما هو مفيش بقى سيمتريه. هو قال يعني انت لو قدرت تحاول. لا انا عايزك بس انت تبتدي تمسك الورقه وافضل تطبق فيها لحد ما تحس انها قربت من شكل معين. تخيل. انا كتير قوي ببقى مثلا انا ببقى قاصد ان انا اعمل مثلا اصل انا كنت في المدرسه على فكره فاشل في حتى عمل مراكب. يعني كان كل العيال بتعمل مراكب، انا قعدت مثلا لغايه رابعه ابتدائي ما اعرفش اعمل فاشل. دي طالعه منك. بص يعني مش عايزه. اصل انا كنت فاشل. انت مش فاهمه لما كان كله بيبقى قاعد بيعمل مراكب وانا احس قد ايه بعقده نقص ان انا مش عارف اعمل مركب يعني. ولو ان انا فنان. انا عايز اقول لك انا كنت برسم وانا صغير وعلى ازاز وعلى خشب يعني وعلى الحيطه وعلى كل حاجه. بس في البتاع في المراكب والحاجات دي غبي. انا بقى عكسك تماما. انا كانت مشكلتي كلها مع الرسم. مش بعرف ارسم خالص. بالعكس انا برسم الرسم دي مشكله خالص. ما كانش عندي اي حاجه من الفنون يعني. انا ما كنتش هاوي اي حاجه من الفنون. دي حاجه كويسه ان معنى كده ممكن يكون حتى ما عندوش موضوع الورق ده كان شويه معايا. يعني ممكن يكون طفل ما عندوش اي نوع من انواع الموهبه في الرسم وممكن يكون شاطر في حاجه زي كده. تمام. هي طب ده ايه الحلاوه دي يا رب؟ مش معقوله. على فكره انت اللي هتقول دي هتطلع ايه. تخيل انت ووريها لحد تاني يشوفها من منظور تاني. وصلتي لايه؟ عملتي الراس، ده اهم حاجه. والرقبه. طب احنا خلاص احنا وقتنا خلص. طب قول لنا هي هتطلع ايه؟ طيب هي كانت طلبت مني ورده فهي خلاص انا عملت لها ورده. يا سلام ميرسي. وانا عملت ظرف. طب دي حاجه كويسه جدا. ظرف طارق اهو. مش شكله ظرف. ممكن بس اشوفه بس مشوه. ممكن اعرف
الظرف بيفتح منين؟ حاول تخلي حد تاني يبص لها من منظور تاني. بص لها. طب انت راجل فنان دلوقتي، دي بسمتك ايه؟ مش عارف. ايوه بس كبدايه كويس. لا كفايه ان عندك الموهبه يعني حقيقه، يعني كفاية كفايه إنك الموهبه. لا كفايه انك عندك البجاحه انك تعمل يعني لا كفايه انك جربت، دي حاجه كويسه. انا عايز اقول لك كتير قوي طبعا. لا بكون مثلا بعمل مع الاطفال مثلا ارنب، والاقي طفل يقول لي بص ممكن لو عملناها كده تطلع مثلا سمكه، وفعلا ابص من منظور تاني مختلف. انا ما كنت طول عمري ببص لها من ناحيه تانيه خالص. افوجئ ان هو فعلا كلامه صح. يعني ده فعلا ممكن تكون ما فيش عامه لعبه او هوايه او اي حاجه في العالم بتحصل من اول مره يعني. اهم حاجه ان عندك امل ان انت تكمل. انا خلاص هتعلم اوريجامي هتشوفي. لا حلوه قوي 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 قوي، حلوه جدا يعني. يعني هي مش احلى، بس انا قصدي ان هي موديل مختلف عن الورد اللي كان في البوكيه. ما هو في حلو قوي 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 يعني. حلو قوي. وبص احلى حاجه انسجامهم هما الاثنين. احنا وقتنا خلص خلاص. نورتنا يا محمود، شرفتنا ونورتنا. وحاجه من الحاجات اللي المفروض الناس فعلا كلها تتعلمها، ودر اباء وامهات او اطفال كل السنين في حاجه يضيعوا فيها وقت. زي ما بقول كده المدارس قربت تخلص خلاص، ده لو ما كانش خلصت لبعض الناس، فحاجه ممكن يقعدوا مع بعض يعملوها. شرفتونا ونورتونا النهارده، مبسوطه ان انتوا كنتوا معانا، وبرافو عليكم انتوا الاثنين عشان شايفه مستقبل بارع في الاوريجامي. طيب جدا رنوش ميرسي ليكي على اجازه. انت اجازه؟ انا ان شاء الله اجازه. طيب. اشوفك على خير ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. حضراتكم على خير. هتوحشوني جدا لغايه ما نتقابل تاني ان شاء الله. وانت طيبه يا رنوش ميرسي، بس برضو هتغنوني ان شاء الله وانا مش موجود، ولما ارجع بعد اذنك. بلاش موضوع الغنى ده بس. حاضر حاضر. نشوفكم ان شاء الله بكره على خير في عيش صح، وباي باي. باي باي.